برشلونه الكامب نو كان دايما بيتنفس باسم ميسي، كل لمسه ليه كانت بتخلي الملعب يولع. بس الماتش ده مفيش ميسي في ارض الملعب، في جيل جديد في برشلونه والجمهور كله مستني مين هيبقى بطل برشلونه في الماتش ده. بس محدش عارف ان البطل هيكون الطفل اللي عنده 17 سنه لامين يامال. لامين يامال قبل الماتش ده كان مقدم اداء حلو، بس محدش كان مستني ان هو اللي يبقى البطل. ولد داخل الماتش في نص نهائي دوري ابطال اوروبا قدام انتر ميلان بكل خبراتهم ودفاعهم الرخم، بس واصل وعينه كلها نار، كانه بيقول انا مش المستقبل انا الحاضر. ازاي يا كتالوني؟ انا بيدرو، والفيديو ده من سلسله اعظم اداء كروي في التاريخ، السلسله اللي انا شايف عليها تفاعل حلو جدا الفتره الاخيره. ولو عايزنا نكمل في السلسله دي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، عشان لو ما لقيتش دعم في السلسله دي هتلاقي السلسله دي اختفت من القناه فجاه. في السلسله دي بنحكي عن لاعب واحد بس قرر يكتب التاريخ في ماتش واحد بس، والنهارده هنتكلم عن لامين يامال اللي حسسنا ان في ميسي جديد جاي في الطريق. الماتش بدا وعلى طول الانتر بيبدا في الهجوم بكره من دومفريز اللي بيلعبها جوه منطقه الجزاء، بس كوندي بيشيلها ترجع تاني للانتر، ودومفريز يعمل عرضيه جديده عشان ترام يحط كوره بالكعب وتبقى 1-0 للانتر واحنا لسه ما عديناش الدقيقه الاولى. البارسا بعد الجون ده بيرجع يحاول تاني وبيضغط، كوره من لامين تروح لتوريس بس بيشوطها بره الجون. برشلونه بتضغط وماسكه الملعب اكتر، محاوله تاني من توريس بس برضك بتطلع بره، لحد ما في هجمه الانتر بيكسب فيها كورنر، كوره بتترفع وفينش عالمي من دومفريز عشان تبقى 2-0 للانتر. قبل ما نكمل الماتش، مش حاسس ان دومفريز هو اكتر ظهير ينفع في طريقه هانز فليك مع برشلونه؟ قول لي رايك تحت في الكومنتات، ويلا بينا نرجع للماتش تاني. بعد الجونين بتاع الانتر ممكن تفتكر ان الماتش يبقى في صالح الانتر وان هم هيطلعوا كسبانين في الماتش قدام برشلونه، بس لو انت فعلا قلت الكلام ده يبقى انت ما تعرفش برشلونه هانز فليك. الفريق يبقى خسران وبعدها بدقيقه بيتعادل وبعدها بدقيقتين بيبقى كسبان عادي جدا، وده فعلا اللي حصل. بطل الفيديو لامين يامال معاه الكوره وبيدخل بيها جوه منطقه 18، لعيبه الانتر مش عارفه هو هيعمل ايه، هيرفعها ولا هيباصي، بس هو ما عملش اي حاجه من الكلام ده. لامين داخل جوه منطقه 18 بس بيقرر ان هو يشوط ويثبت سومر في مكانه عشان يجيب جول عالمي وتبقى النتيجه 2-1 للانتر. ولد عنده 17 سنه بيخلي دفاع الانتر يتجمد في مكانه. بعد الجول لامين ما سكتش وبعديها على طول يدخل في منافسه 1 على 1 قدام دي ماركو ويعدي منه بكل سهوله ويشوطها، بس للاسف بتيجي في العارضه وتطلع بره. البارسا حاول في اكتر من كوره يجيب التعادل، بس سومر كان متالق جدا الماتش ده لحد ما بتيجي كوره للساحر بيدري يلعب عرضيه بالمقاس لرافينيا ورافينيا بيسندها لتوريس عشان يجيب جول التعادل وتبقى النتيجه 2-2. بس قبل ما نبدا في الشوط الثاني خلينا نعمل زي كل مره ونتكلم عن بطل الفيديو شويه. الولد ده مش طبيعي، 17 سنه بس لكن بيلعب كانه عنده 30 سنه، بس في تركيز وهدوء يتجنن اي مدافع بيلعب قدامه. واضح انه مش جاي عشان يشارك في الماتش، ده جاي عشان يغير الماتش. كل مره بيستلم فيها الكوره بتحس ان في حاجه هتحصل. سرعته مش بس في رجله، ده حتى تفكيره اسرع من اي حد حواليه، عارف امتى يعدي وامتى يوقف الكوره وامتى يخلي المدافع يمد رجله على الفاضي. ده نوع اللعيبه اللي بيخلي الجمهور يقوم يقف قبل حتى ما يشوط. الولد ده جاي من اللمسيه، المدرسه اللي طلعت ميسي وتشافي وانيستا، بس المختلف ان يامال عنده شجاعه الجيل الجديد. جيل اتولد بعد امجاد برشلونه بس عايز يعمل امجاده بنفسه. الشوط الثاني بيبدا وعلى طول هجمه للانتر، محاوله من دي ماركو بس بتطلع فوق الجول لحد ما بتيجي ركنيه جديده للانتر وراسيه الثانيه من دومفريز عشان يجيب الجون الثالث وتبقى 3-2. بس التقدم ده ما بيكملش كتير، على طول بتيجي تسديده من رافينيا وتخبط في العارضه وتيجي في ظهر سومر عشان تدخل في الجول، تبقى النتيجه 3-3. رافينيا عامل اداء هايل الماتش ده. صح، الفيديو ده بيتصور بعد ما تم الاعلان عن احسن 11 لاعب السنه اللي فاتت ورافينيا ما كانش من ضمنهم. عايز تقول رايك في الكومنتات، هل لعيبه زي بالمر وبلينجهام كانوا يستحقوا يكونوا موجودين على رافينيا؟ بعد الجول بتاع رافينيا ده حصلت كذا محاوله من برشلونه والماتش بيخلص على كده. في الليله دي شفنا مزيج غريب من الطفوله العبقريه، سرعه وجراءه وهدوء قاتل قدام الجول. لامين ما كانش بيلعب، لامين كان بيبعت رساله لكل اوروبا، البارسا وجيله الجديد راجعين تاني. في الاخر يا كتالوني الليله دي كانت من اهم الصفحات في اسطوره ان شاء الله تكمل في برشلونه. الولد عنده 17 سنه و60,000 مشجع وقفوا يسقفوا له. صح احنا في العوده خسرنا وخرجنا بره دوري الابطال، ولامين برضك في الماتش ده قدم اداء اسطوري، بس المهم ان انت بقيت واثق ان عندك جيل كامل اكيد في يوم من الايام هيكسبك دوري ابطال اوروبا. لو وصلت لحد هنا فشكرا جدا للمشاهده، ما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب بتفرق جدا، بس كده بتتفرج ومش عامل سبسكرايب، اعمل سبسكرايب، ما تنساش سبسكرايب، تعليقك بيفرق. شكرا للمشاهده، سلام.